السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله كاع تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم البنات جبت لكم كيكه التفاح بالبان دومي. غادي نستعملوا فيها البان دومي. شوفوا هنايا كما قلت لكم عندنا بان دومي البنات، وعندنا تفاح قطعته شرائح رقيقه شويه باش هكا يساعدنا في الطياب. شوفوا هذاك البنات، اذا ما بغيتوهاش مقرمشه قلعوا هذاك الحواف. انا نبغي هذاك التقرميشه. المهم اللي ما يبغيش تقرميشه هذيك ولا يقلع هذوك الحواف يستعمل غير الوسطاني، يعني غير اللب تاع الخبز. المهم هنايا البنات غادي نيطالي هذاك الخبز بالكونفيتي المشماش، ومن بعد غادي نقعدوا نضيفوا في التفاح. غادي نديروا واحده بعد واحده بهذه الطريقه. راكم تشوفوا البنات التفاح راني مقطعته شرائح شويه رقيقه كما قلت لكم باش يساعدنا في الطياب. من بعد البنات غادي انا في فوق التفاح هذاك باش يدي لي هذيك التكرميله ويتحمر. انا درت صوفيا كراميل، كانت متواجده عندي في الدار، ولا تبغوا تاني ديروا السكر. انايا السكر البنات استعملت السكر البني، كيما هاد الحبه درتها بصوفيا كراميل والاخرين درتهم بالسكر. غادي يجوا يعني نفس النتيجه، يعني في الشكل. المهم البنات عفوا بهذه الطريقه، وغادي نديرهم في البلا اللي غادي يدخل الفور. هيا والبنات الاخرين كما قلت لكم غادي نستعمل غير السكر. اذا ما كانش متواجد السكر البني عندكم ديروا السكر عادي الابيض تاع اللي نستعملوه يعني في الاستعمال اليوم بهذه الطريقه. وغادي ندخلهم للفور يحمروا لي من التحت، ويعاود ثاني نشعل عليهم الفوقه باش يطيب هذاك التفاح ويتحمر. شوفوا البنات النتيجه ولا اروع. جربوها البنات ما غاديش تندموا عليها. او البنات اللي ماهاش مشتركه معنا تشترك، وخلوا لي جيم وكومنتير من فضلا وليس امرا. والسلام عليكم في فيديو قادم ان شاء الله.